انت مش فاشل، بس دماغك بيضحك عليك. كل مرة تقول هتبدأ، كل مرة تتحمس، وبعد يومين ترجع لنقطة الصفر. ليه؟ خليني اقول لك الحقيقة اللي محدش بيقولها. انت مش عندك مشكلة في الإرادة، انت عندك مشكلة في النظام اللي عايش فيه. لو فاكر ان الحل انك تشد حيلك اكتر، يبقى انت كده بتزود المشكلة مش بتحلها. في الفيديو ده هفهمك ليه بتفشل رغم انك عايز تنجح، وازاي دماغك بيخليك تسوف، وازاي تقفل الدايرة دي نهائي. وخليك للآخر، لأن آخر نقطة هي اللي بتفرق بين الناس اللي بتكمل والناس اللي بتفضل تبدأ بس. أول سبب ليه بتفشل، أول سبب أنت بتعتمد على الحماس زي البنزين بيخلص أول يوم، تاني يوم، تالت يوم، بعد كده مش قادر النهاردة. الحقيقة الناس الناجحة مش بتعتمد على الحماس، بيعتمدوا على الروتين. السبب التاني هدفك كبير زيادة. هتمرن كل يوم، هذاكر 6 ساعات، هغير حياتي بالكامل. دماغك بيشوف ده تهديد فيبدأ يهرب. انت مش بتفشل، انت بس بتحط هدف يخوفك. السبب التالت بتجلد نفسك. كل ما تقع تقول انا فاشل، انا مش ملتزم، وده بيخلي دماغك يصدق كده، فبدل ما تقوم بتغرق اكتر. الجزء التاني وده الجزء المهم، ازاي توقف الفشل. طيب ايه الحل؟ اول حل، ابدأ صغير بطريقة غبية مش هزار. بدل ما تقول هتمرن ساعة، قول هعمل 5 ضغط بس. ليه؟ لانك بتخدع دماغك تخليه يبدأ، واول ما تبدأ هتكمل. الحل التاني، خلي العادة سهلة مش صعبة. اسأل نفسك ازاي اخلي الحاجة دي اسهل. مثلا عايز تتمرن، حط اللبس جنبك. عايز تذاكر، افتح الكتاب بس. القاعدة، لو الحاجة محتاجة مجهود تبدأها مش هتبدأ. الحل الثالث، اقفل باب الاختيارات. اكبر سبب للفشل هو هعمل ولا لا. لازم تشيل السؤال ده وتاخد قرار. فاذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فان فساد الرأي ان تتردد. مثلا خد قرار ان كل يوم الساعة 7 مساء مذاكرة، او مفيش تفكير هنا، مفيش اختيار. انت مش محتاج ارادة، انت محتاج قرار ثابت. الحل الرابع، اعمل نظام مش هدف. لو عندك هدف عايز اخس 10 كيلو مثلا، اعمل نظام انك هتمشي 20 دقيقة يوميا. بكده هتوصل لهدفك، وكمان هتستمر بعده، لان الهدف بيختفي بعد ما توصل له، لكن النظام بيعيش معاك. الحل الخامس والاخير وهو اخطر نقطة، اخطر حاجة بقى، انك فاكر انك لازم تبقى بيرفكت. الحقيقة الناس اللي بتنجح بتغلط كتير بس بترجع بسرعة. لو وقعت يوم ما تخليش اليوم يبقى اسبوع. القاعدة الذهبية، ما تفوتش يومين ورا بعض. لو فهمت الفيديو ده انت كده عديت 50% من المشكلة. المشكلة مش فيك، المشكلة في الطريقة. ابدأ صغير، خليها سهلة، وما تستناش الحماس. ولو عايز فيديوهات اكتر زي دي بتخليك تتحكم في دماغك بدل ما هو يتحكم فيك، اشترك في القناة. اشوفك الفيديو الجاي. سلام.